ازاي تعرف ثقتك في نفسك حقيقية ولا ثقة مزيفة، والفرق ما بينهم بيبان في ايه؟ قبل ما نبدأ محتاج تفهم حاجة مهمة قوي. الفرق ما بين الثقة الحقيقية والثقة المزيفة هو مصدر الثقة. هل هو خارجي ولا داخلي؟ خلينا ناخد شوية أمثلة عشان توضح الصورة أكتر. لو انتي بتربطي قيمتك بجمالك مثلا، فهتفضلي محتاجة تأكيد دايم انك جميلة، وهتلاقي نفسك بدون وعي بتتحسسي وتتوتري من اي واحدة اجمل منك او حتى جميلة زيك، مش عشان انتي مش واثقة في شكلك، لكن عشان قيمتك اصبحت مهددة. او انت لما تربط قيمتك بالفلوس، انت كده بتدخل في سباق ملوش نهاية، لانك كل ما هتعمل فلوس هتبقى محتاج تعمل اكتر، مش عشان الطموح لكن عشان تحس ان ليك قيمة اكتر وتفكر نفسك بقيمتك. مثال تالت، لما تربط ثقتك في نفسك واحترامك ليها بالمنصب او الشهرة والاضواء، كذلك هتعيش خايف من ان حد يطلع اعلى منك او اشهر منك، مش لانك مش شاطر، لكن لان سقوط المنصب او اختفاء الاضواء بالنسبة ليك هو سقوط للذات نفسها. وعلم الاعصاب هنا بيشرح ان التقدير الخارجي بينشط الدوبامين مؤقتا، يعني شيء مش دايم، وبعدها بيحصل هبوط. طب لما بيحصل هبوط، عقلك بيحتاج تأكيدات تاني وتدخل في دايرة ملهاش اول من الاخر. وده ميكانيزم معروف في الدماغ. يعني الموضوع اشبه كأنك بتقول للناس من غير وعي انا اساوي كام، ويتحول مزاجك وقيمتك وثقتك في نفسك لشيء مربوط برأي الناس فيك ونظرتهم ليك. وفي علم النفس الوجودي اي هويه مبنيه على دور واحد او سمه واحده بتنهار لما الدور ده يختفي، وده سبب شائع لانهيارات منتصف العمر. باختصار، ثقتك في نفسك وهويتك وقيمتك لازم تكون مبنيه على اشياء داخليه مش بس خارجيه. والاشياء الداخليه دي زي وعيك ومبادئك وقدرتك على الاختيار وتحمل اثر قراراتك، وكمان اخلاقك. حتى لو مفيش حد شايفك، يكفي ان ربنا شايفك، لان دي حاجات عمر ما الزمن يسرقها منك ولا الناس بتمنحها عليك او تسلبها منك. فانت لو بنيت نفسك على الخارج هتفضل خايف تفقده، ولو بنيت نفسك على الداخل، الخارج هيبقى اضافة مش تعريف. في النهاية هو ده الفرق ما بين انسان قوي فعلا وعنده ثقة حقيقية، وانسان شكله قوي من بره بس من جوه فاضي وقلقان وعنده ثقة مزيفة. وبس كده.